يا أخي هذا الشاب وهذا النجم يلعب يقدم مزيكا كما يقولون في مصر، حركاته مزيكا. صحيح أنه الموسيقى تحيلنا إلى مرجعية أخرى، إلى محمد عبد الوهاب والموجي والصنباطي وبليغ حمدي، ولكن يا أخي هناك مصري يقدم موسيقى على ملعب لكرة اليد اسمه أحمد الأحمر. هل رأيتم بحياتكم لاعبا في كرة اليد يعزف موسيقى على ملعب لكرة القدم أو لكرة اليد مثل أحمد الأحمر؟ سعودية فأنا سعودي. هكذا يتألق العرب، وهكذا يسجل الموسيقار. يا حبيبي هكذا يسجل أحمد الأحمر نجم النجوم المصرية، ويسجل 14-11. يسجل أحمد الأحمر. يا عيني على أحمد الأحمر ويا ليلي على المنتخب المصري. كرة للمنتخب المصري، 3 أهداف وهدف من أحمد الأحمر. هدف رائع جدا من أحمد الأحمر رغم تدخل الدفاع وتدخل اللاعب أحمد الأحمر. يا أحمد ماذا تفعل بنا يا أحمد؟ من أين هذه المعزوفة الجديدة؟ لا نوتة في الموسيقى فيها هذه المعزوفة، من أين أتيت بها؟ بينما أحمد عبد الرحمن وأحمد الأحمر وان مان شو في الهجوم عن طريق أحمد الأحمر. يا سلام على الاستلام والمراوغة وتغيير الاتجاه والهدف من أحمد الأحمر. أحمد الأحمر يسجل. أنت أحمر وهو من الألوان المميزة في العلم المصري، لكنك يا أحمد بهذه الفنيات تلعب على كل لون. أنت أحمر وأخضر وأصفر وأزرق وأسود وأبيض وبرتقالي وبنفسجي وكل ما في الألوان بهذه المهارة الفنية. يحيى الدرع الموسيقار أحمد الأحمر في سيمفونية من سيمفونياته. هذه سيمفونية اسمها التسجيل في وضع عدم التوازن. لاحظوا كرة ولا أجمل، ارتباء فيها كل الحب لمصر، فيها كل الامتياز لأحمد الأحمر الذي يصاب في هذه اللقطة الأخيرة. لا أعتقد أن أي مدرب في العالم لا يريد لاعبا بهذه الفنيات. هذا مكسب لكل مدرب. أحمد الأحمر يعدل النتيجة.